حكاية أول فيلم سينمائي لكوكب الشرق أم كلثوم. الفيلم الغنائي الثاني اللي اتعرض في السينمات سنة 36 فيلم وداد، كان حدث ضخم ومهم ونقلة في تاريخ السينما المصرية، وخصوصا انه كان أول إنتاج لشركة مصر للتمثيل والسينما في مجال الأفلام الروائية الطويلة بعد افتتاحه سنة 35. مرحلة كتابة قصة الفيلم. الشاعر أحمد رامي بيقول إن أم كلثوم عرضت عليه الفكرة، قالت له أنا عندي نواة لقصة تنفع تكون فيلم سينمائي. القصة بتقول إن جارية مغنية وقفت موقف بديع من نفسها ومن حبيبها. الجارية دي اشتراها التاجر فلس وفلوسه راحت، فالجارية عرضت عليه إنه يبيعها وياخد الفلوس يحل مشاكله. عدى شهور، احمد رامي ما كتبش حاجه لحد ما جه شتاء سنه 1935. المهم ام كلثوم قالت له ان شركه مصر للتمثيل والسينما بدات تفاوضها انها تنتج لها اول فيلم ليها في السينما المصريه، وانه هيكون اول فيلم يتصور في الاستوديو. ام كلثوم قالت لرامي انها فرصه مناسبه وجايه في وقتها. احمد رامي كتب القصه وام كلثوم قدمتها للشركه. في الوقت ده كانت الشركه بعتت المخرج احمد بدرخان لباريس عشان يدرس كتابه سيناريو واخراج. ام كلثوم بعتت له القصه عشان يعمل لها اعداد سينمائي، وهو في باريس درس القصه كويس، ولما البعثه خلصت بدرخان رجع مصر قابل ام كلثوم واتفقوا على الموضوع. شروط ام كلثوم للتعاقد على الفيلم. ام كلثوم اتفقت مع الشركه ومضت عقد الفيلم، وطبعا كان ليها شروط. اولا، تتقاضى الانسه ام كلثوم مقدما قدره 1000 جنيه على ان يضاف لحسابها في البنك الاهلي. ثانيا، تختص ام كلثوم بنسبه 40% من صافي ارباح الفيلم المذكور بعد تغطيه النفقات، بشرط الا تزيد نفقات الفيلم عن 7000 جنيه، ولو زادت ام كلثوم مش مسؤوله عن الزياده. ثالثا، ام كلثوم هي صاحبه الكلمه الاخيره للي هيلحن الاغاني، وليها السلطه المطلقه انها تختار الممثلين اللي هيشتغلوا معاها. رابعا، وكانت اهم نقطه عند ام كلثوم، يجب ان تراعى التقاليد الشرقيه في الروايه. الاغاني والالحان وحكايه اغنيه على بلد المحبوب. اللي لحن الاغاني لام كلثوم زكريا احمد والاصابجي. ساعتها كان رياض السنباطي جديد في مجال التلحين، حاولوا يقنعوها انها تجرب وتتعامل مع السنباطي. ام كلثوم وافقت، اديته اغنيه على بلد المحبوب علشان تغنيها في الفيلم. الكلام ده كان عن طريق احمد سالم مدير استوديو مصر. المهم السنباطي خلص تلحين اغنيه على بلد المحبوب، قدم اللحن لاحمد سالم اللي عرضه على ام كلثوم، ما عجبهاش. رجع سالم للسنباطي قال له رأي ام كلثوم وانها عايزاه يعيد تلحين الاغنيه. السنباطي رفض يغير اللحن. السنباطي ادى لحن الاغنيه زي ما هو لمطرب وقتها كان لسه ظاهر اسمه عبده السروجي اللي غناها في الفيلم بصوته. مدير شركه اسطوانات اوديون عجبه الاغنيه وسجل الاغنيه بصوت السروجي على اسطوانه، نجحت والناس بقت ماشيه تغنيها. ولما الاغنيه انتشرت ام كلثوم طلبت تسجلها بصوتها على اسطوانه لحساب شركه اوديون، وبقت بتغنيها في الحفلات العامه، وغنتها في حفله خيريه عملها الامراء في قصر محمد علي الكبير في شبرا، حضرها الملك، والاغنيه نالت الاعجاب وغنتها في الحفله اكتر من مره. وكانت ام كلثوم في الحفله لابسه ملابس فيلم وداد. فيلم وداد كانت بداية العلاقة الفنية ما بين ام كلثوم والسنباطي. تاريخ كتب ان عبده السروجي اول من غنى اغنية على بلد المحبوب. انتهاء بدرخان من كتابة سيناريو الفيلم ومؤامرة استبعاد أحمد بدرخان من إخراج فيلم وداد. أحمد بدرخان خلاص كتب السيناريو بتاع الفيلم وبدأ يستعد عشان يخرجه، فجأة الفيلم اتسحب منه عشان يخرجه في الآخر مخرج ألماني اسمه فريتز كرامب، الخبير الأجنبي اللي متعين في استوديو مصر. في مصادر بتقول ان سبب سحب الفيلم من بدرخان ان مدير الاستوديو وقتها احمد سالم اقنع ام كلثوم ان احمد بدرخان لسه جديد وما عندوش الخبره انه يخرج الفيلم بشكل كويس، فالفيلم راح لفريتز كرامب المدير الفني المعامل استوديو مصر. ما هو الخبراء الاجانب اللي مسيطرين على استوديو مصر مش في مصلحتهم ان حد مصري يخرج اول فيلم، لان الكوادر المصريه لو خدوا فرصتهم مش هيبقى للخبراء الاجانب لازمه وهيفقدوا سيطرتهم على الاستوديو. في النهايه المؤامره نجحت وكرامب راح قابل ام كلثوم واخرج الفيلم. طبعا المخرج احمد بدرخان صعب عليه نفسه وجاله احباط وقدم استقالته من الاستوديو، بس ربنا كبير. ام كلثوم عملت 6 افلام في حياتها، 4 منهم اخراج احمد بدرخان.
اتعرض اول فيلم سينمائي لأم كلثوم يوم 10 فبراير سنة 36 في سينما رويال في القاهرة، قعد يتعرض 5 اسابيع، ويوم 12 فبراير في سينما ريالتو في اسكندرية. فيلم وداد كان اول فيلم مصري يشترك في مهرجان سينمائي دولي، مهرجان فينيسيا سنة 36، اتعرض هناك يوم 18 اغسطس، واللي حضر الفيلم طلعت حرب باشا. تابعونا.